السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ألذ طريقة للبانيه ممكن هتعمليها. يعني اللون الذهبي، القرمشة الجميلة، الكفر الثابت اللي مش بيطلع. قدمته كمان جنبه سلطة زبادي، وقدمته مع رز أصفر، وقدمته في سندوتشات. وندخل مع بعض على طريقة التحضير بتاعتنا النهاردة. نسمي الله. أنا معايا كيلو من البانيه. البانيه يا إما بنجيبه جاهز، أو لو عندك صدور فراخ تقدري تطلعي البانيه منها ويكون بالسمك اللي معايا ده. وده طبعا أنا طلعته من صدور الفراخ الموجودة عندي. في الوقت ده أنا طبعا غسلتها كويس جدا وجففتها، ولسه كمان هجففها علشان طبعا تبقى جافة تماما لما تدخل التتبيلة. وللتتبيلة بتاعة البانيه محتاجة 2 حبة من البيض، وكمان 3 معالق كبيرة من الزبادي. وطبعا آخر معلقة دي لأن المعالق اللي معايا ما كانتش مليانة. في الوقت ده بالمعلقة وهبدأ إن أنا أقلب الزبادي مع البيض كويس جدا. أول ما يختلطوا كده مع بعض هبدأ إن أنا أنزل بالبهارات. البهارات بتاعتي النهاردة 1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعايا 1.5 معلقة من بودرة البصل. أنا حطيت 3 معالق بالمعلقة الصغيرة، يعني 1.5 معلقة كبيرة. في الوقت ده هحط كمان 1/4 معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، وهحط نص معلقة صغيرة من البابريكا، وهحط كمان ملح أبيض، والملح حسب الرغبة. وبالمضرب اليدوي هبدأ إن أنا أخلط المكونات كلها مع بعضها، البهارات مع الزبادي ومع البيض كويس جدا، لحد ما أحصل على خليط ناعم بدون أي تكتلات. في الوقت ده هضيف الإضافة اللي بعد كده، وهي 2 معلقة كبيرة من الدقيق الأبيض. الدقيق الأبيض علشان يدي تقل كده للتتبيلة بتاعتنا. نزلت كده ب2 معلقة كبيرة من الدقيق الأبيض، وبالمضرب اليدوي هبدأ إن أنا أقلبها كويس جدا مع باقي المكونات الموجودة معايا. وفي الوقت ده أنا لاحظت إن الدقيق أو التتبيلة بتاعتنا شوية محتاجة دقيق، فنزلت كمان بنص 1 معلقة كبيرة. وطبعا كمية الدقيق بيختلف حسب حجم البيضة اللي احنا استخدمناها. وطبعا في بيض بيبقى صغير شوية وفي بيض بيبقى كبير، يعني ممكن تستخدمي من 2 ل2.5 معلقة، يعني الخليط بتاع التتبيلة يكون شبيه بخليط الكيك. في الوقت ده كده التتبيلة معايا خلصت. نزلت كده بشرايح البانيه بتاعتي، نزلت كده بأول شريحة، وهبدأ كده ان انا اتبلها كويس جدا في التتبيلة بتاعتنا، واخليها كده تاخد من التتبيلة. وفي صينية تانية هبدأ ان انا ارص شرايح البانيه اللي انا هتبلها. في الوقت ده انا نزلت كده ب3 شرايح، وبدأت كده ان انا اتبلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وطبعا حابة اقولك على حاجة، ان شرايح البانيه بتاعتنا قبل ما بننزلها في التتبيلة بننشفها كويس جدا، يعني ما بيكونش عليها اي مية، علشان الكفر بتاع البانيه ما يفكش خالص، لا اثناء التسوية ولا بعد التسوية، ويبقى النتيجة ناجحة زي ما شفتوها معايا في الاول. في الوقت ده غطيتها كده ببلاستيك راب وهسيبها في التلاجة معايا ساعتين، وبعد ساعتين ده هيكون شكلها. في الوقت ده هبدأ ان انا اكشف كده عنها، وابدأ ان انا اعمل الخطوة اللي بعد كده. في صينية فيها بقسماط ناعم، هبدأ ان انا احط فيها كده كمية حلوة كده من البقسماط. ودي نوعية البقسماط اللي انا استخدمتها. في نوعين من البقسماط، في بقسماط فاتح وبقسماط غامق. انا النهاردة استخدمت معاكم البقسماط الغامق. في الوقت ده حطيت شريحة البانيه وبدأت ان انا اغلفها بالبقسماط بايديا كده، وببدأ ان انا اضغط عليها علشان تاخد الكفر كده الحلو، اللي هي ما تفكش معايا خالص. وفي الوقت ده بعد ما عملتها على طول أبدأ إن أنا أنزل في زيت سخن
يعني أول ما بانزل كده بقطعة البانيه بابدأ إن أنا أهدّي درجة حرارة النار للنار المتوسطة، وطبعًا شرايح البانيه اللي أنا أغلّفها بالبقسماط أنزل بيها في الزيت على طول، يعني ما نسيبهاش ساعة ولا نُص ساعة في التلاجة ولا الكلام ده خالص، بننزل بيها في الزيت على طول، وده طبعًا علشان الcover بتاعنا يفضل ثابت زي ما أنتم شُفتوا معايا في الأول، وهتشوفوا معايا أثناء الفيديو. وطبعًا كل حوالي نُص دقيقة أقلب البانيه على الجهة التانية، علشان ياخد التسوية المضبوطة من الجنبين ويبقى لونه موحّد، يعني نقلبه كده كل نُص دقيقة عبارة عن 30 ثانية كده أبدأ إن أنا أقلبه على الجهة التانية، وفي الوقت ده البانيه أخد اللون الدهبي، هابدأ إن أنا أطلّعه وأحطه كده معايا على شبكة، علشان يصفّي الزيت الزيادة الموجود فيه، وده شكل الكمية كلّها بعد ما خلّصتها. في الوقت ده نعمل مع بعض سلطة الزبادي، معايا 5 معالق كبيرة من الزبادي، نزلت عليهم بعصير نُص ليمونة، ونزلت كمان برشّة من الملح الأبيض، وبالمضرب اليدوي هابدأ إن أنا أخفق الزبادي كويس جدًا لحد ما تبقى كريمي معايا. في الوقت ده نزلت كمان برشة من النعناع الأخضر، وفي الوقت ده هابدأ إن أنا أقدّمه. هاحط كده البولة اللي فيها سلطة الزبادي، وهابدأ إن أنا أرص حواليها شرايح البانيه بتاعتي، وهانزل كده بشرايح البانيه، وطبعًا شايفين معايا النتيجة أكتر من ممتازة. البانيه القشرة بتاعته كده ثابتة، مش بتفك ولا أي حاجة، ما شاء الله. ودي أجمل طريقة إن انتي تعملي بيها أحلى بانيه، يفضل لونه دهبي مقرمش، الكفر بتاعه ثابت مش بيطلع. وفي الوقت ده احنا هنقدمه بطريقتين، قدمته النهاردة معاكم مع رز أصفر، وحطيت كده فوقه شوية كده من سلطة الزبادي، ما شاء الله شايفينه من جوه القشرة كده ثابتة مش بتطلع ولا أي حاجة، اللهم بارك. في الوقت ده كمان قدمته في سندوتشات، حطيته كده في ساندوتش وتحته كده أوراق الجرجير، وهاحط كده من فوق شوية كده من سلطة الزبادي، وهاوريكم كده شكله من جوه. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبيلي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.